بسم الله الرحمن الرحيم. ريال مدريد بيفوز بصعوبة على تالافيرا بنتيجة 3-2 في مباراة يعني بلغت ذروة إثارتها في الوقت الضايع، بعد أما ريال مدريد كان متقدم 2-0 وبعد كده استقبل هدف في الدقيقة 80، لكن خطأ حارس مرمى تالافيرا عاد الأمور لفرق الهدفين، ولكن بيستقبل الريال هدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع وتصبح النتيجة 3-2 وبتشتعل الدقائق المتبقية، ويعني أندري لونين بينقذ هدف بإنقاذ خيالي بصراحة في آخر دقيقة، وبيصعد الريال للدور القادم. هنقيم أداء لعيبة الريال. طبعا دي أول مباراة في الكأس تحت قيادة تشابي ألونسو. نبدأ باللونين. تاني مرة يلعب أساسي الموسم ده وكان واثق في نفسه جدا، شال كام كرة صعبة جم عليه وقام بدور القائد في ظل الغيابات الكتيرة، نديله 8 من 10. ديفيد خيمينيز ده طبعا من الناشئين، أول مرة يلعب مع الفريق الأول وقدم ماتش حلو، كان فايق في الهجوم وفتح الملعب في ناحيته، نديله 6.5 من 10. دين هاوسون يرجع يلعب أساسي بعد شهر من الإصابات العضلية، لعب ماتش هادي ومن غير مخاطرة وباين عليه لسه مفتقد رتم الماتشات، نديله 6 من 10. كاريراس لعب مساك النهارده بسبب الإصابات اللي ضربة الفريق، مع إن ده مش مركزه الأصلي بس حاول يسد ويغطي ورا زمايله، نديله 6 من 10. فران جارسيا زي عادته كان موجود كتير في الهجوم، رجع يلعب باك شمال صريح بعد ما كاريراس دخل قلب دفاع، 6 من 10. داني سيبايوس خد فرصة جديدة وبدأ أساسي، الماتش كان بادئ بشد وجذب شوية، بس في الشوط التاني عرف يمسك رتم نص الملعب وخرج في الدقيقة 86، 6 من 10. أردا جولر التركي كان ألونسو راكنه شوية الفترة اللي فاتت، والكاس ليها ذكريات حلوة معاه. في الأول تراجع شوية بسبب ضغط تالافيرا، بس اتحسن جدا في الشوط التاني قبل ما يتبدل في الآخر، 6 من 10. فرانكو ماستانتونو لعب في العمق في تشكيلة كلها تغييرات، رجع أساسي بعد شهر ونص من الإصابة في منطقة العانة، شاط كذا كورة وكان هيجيب جوله التاني مع الريال، خرج في الدقيقة 65، نديله 6 من 10. جونزالو جارسيا لعب راس حربة صريح ومبابي واندريك على الأطراف، بس الماتش كان مقفول عليه وما جاتلوش فرص كتير، نديله 6 من 10. إندريك اللاعب البرازيلي طبعًا كان شُعلة نشاط، حركته ومهارته كان تعب بيهم دفاع تالافيرا طول الماتش، 7.5 من 10. كيليان إمبابي، طبعًا إمبابي مش عايز يريّح حتى في الكاس وعينه على رقم كريستيانو رونالدو كأكثر أهداف في سنة واحدة، جاب الجول الأول من ضربة جزاء وعمل اللعبة اللي جه منها الجون التاني العكسي وسجّل الهدف التالت، ندّيله 7.5 من 10. رودريجو طبعًا ده أول البدلاء، نزل مكان ماستانتونو وثبّت شارة كابتن من لونين، 6 من 10. تشاوميني بناءً على مردوده نزل في الدقيقة 78 مكان إندريك، 6 من 10. بيلينجهام 6 من 10. نزل طبعًا بيلينجهام مكان جولر في الدقيقة 78. الشاب سيستيرو نزل في الدقيقة 86 مكان سيبايوس وما لحقش يعمل أي حاجة. ده كان التقييم، بالتالي هيكون أفضل وأسوأ لاعب في ريال مدريد. خلّينا نقول إن الأفضل هو لونين والأسوأ هو هاوسن، دي وجهات نظر وبنحترم الجميع، الأفضل والأسوأ من وجهة نظركم في التعليقات. منتظر آرائكم، المايك معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.